النجم المغربي أشرف حكيمي في قلب أزمة كبيرة ومهدد بالإيقاف. نقلت تقارير صحفية فرنسية خبر مفاده أن النجم المغربي أشرف حكيمي مهدد بالإيقاف من طرف رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم. وقالت جريدة RMC الفرنسية أن حكيمي شارك مع عدد من زملائه في الفريق الباريسي في احتفالات أطلقوا خلالها هتافات مسيئة لنادي أولمبيك مارسيليا بعد فوزهم برباعية نظيفة برسم الجولة السادسة من الدوري الفرنسي. وأضافت الجريدة الفرنسية أن كل من أشرف حكيمي وعثمان ديمبيلي وراندال كولومواني وليفين كورزاوا أساءوا لجماهير مارسيليا بترديد شتائم وعبارات غير لائقة أثناء احتفال مع جماهيرهم في قلب ملعب بارك دي برانس بالعاصمة باريس. واستدعت رابطة الدوري الفرنسي الرباعي الباريسي للمثول أمام لجنة تأديبية بسبب الاشتباه في قيامه بتوجيه الإهانات عقب المباراة أمام مارسيليا، حيث ستعقد جلسة الاستماع يوم 5 من أكتوبر المقبل. وإذا ثبت تورط اللاعبين في هذه القضية سيتعرضون لعقوبات انضباطية قد تصل للإيقاف لعدة مباريات. فما رأيكم في هذه الأزمة الجديدة بالنسبة لحكيمي؟ هل يؤثر إيقافه عن المشاركة في المباريات على جاهزية اللاعب مع فريقه وأيضا مع المنتخب، خصوصا إن طالت مدة الإيقاف؟ عموما نتمنى أن يخرج حكيمي من الأزمة بأقل الأضرار. اتركوا لي آراءكم في التعليقات ودمتم سالمين. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.